كيف؟ هذا واحد جالي في هذا في عام عمل فيه لا صدق في 2007 جاء عربني في عرس على هذا كلام على اساس انه 600,000 او 500,000 منه قال لي خلاص احتجزت منه ادالي 50,000 واحتجزت الحفله وصرت اليوم من العرس ربوع وخميس ويوم الربوع والده بيقول جالس يرشدني دائما وينصحني يقول لي ما بالله ابني قاع رجال وجمع فلوسك وذا خليك رجال خليك دايب بفعل لك اي حاجه مش بعدين زي الاولين من هكذا يعني. الربوع والخميس قاع رجال المهم قاعد رجال بعد المغرب يوم الخميس ازف العريس قدك داري في دخله كان ينشدوا خارج ويدخل العريس بزفات انا اغني ادخل العريس وهو من هناك يقول لي بكره يعني بكره الفلوس يعني افتهم لي الموضوع قلت طيب. جيت خرجت اليوم الثاني بين تصلم مغلق التليفون يوم ثالث يجاوبني ابنه قال ابي ساروا الاردن بخالي مريض ما بيش زلط والشباب بيتواصلوا يقول هذا اين الزلط المطر يقول لي اين الزلط قلت والله قد الرجال قال لي قاع رجال ولا ما وقعتش رجال ما قاع لك. يلا من بعدها باسبوعين صرت اتغطى في مطعم انا والشباب حق الجوز اللي في عند الماليه. ده انا جنبهم حق اللي بيزينوا السيارات تزيين وعاملين ملصقات في ملصقات يجي يعلقوها للسيارات في كلمه اسمها قاع رجال نزلت اشتريت ب 2000. والله مليت البيت والحاره والدكان ولا قاع رجال ولا عواد مليت قاع رجال قاع رجال لليوم ده قاع رجال لزقتين يعني. طيب قاع ليش رجال ما طيب دحين قاع رجال غني لنا. حبيب قلبي يا استاذ.